ازيكم طلبة الصف الأول الإعدادي؟ الأخبار عاملين إيه؟ طبعا بعد المنهج ما اتغير إن شاء الله السنة دي المنهج هيكون بسيط وخفيف. أهم حاجة بس قلمك كشكولك وركز معايا. معاكم مستر بنوب، ودي قناة انجلش بوست. إن شاء الله هنزل لكم عليها الصف الأول الإعدادي والثاني والثالث الإعدادي، وإن شاء الله يبقى عندنا وقت إن إحنا ننزل كمان يعني مناهج المرحلة الثانوية إن شاء الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح يونت 1 الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2025-2026. عايزك تركز معايا قوي، هنشرح من المعاصر إن شاء الله، وهنحل كمان من المعاصر عشان كل الطلبة تعرف إيه تحل معانا. وطبعا هيبقى فيه هوم وورك، وهتبعت الهوم وورك على طول على قناة الفيسبوك برضو هتلاقيها تحت. خلينا كده نبدأ على طول وما نضيعش وقت. خلينا كده نروح ليونت 1. بيتكلم في ليسون 1 و 2 عن بيقول لك a day يوم in my digital life في حياتي الرقمية. حياتي الرقمية دي بقى اللي هي بستخدم فيها الموبايل والسوشيال ميديا وكده. بيقول لي how we use technology، ازاي بنستخدم التكنولوجيا. طبعا هنعرف كل ده خلال الليسون. نبدأ أول حاجة عندنا بالفوكاب. ايه الكلمات اللي عندنا؟ أول كلمة عندي digital adjective، دي معناها صفة. ADJ ده اختصار لكلمة adjective معناها صفة. فكلمة رقمي دي صفة، خلي بالك عشان هيجي لك أسئلة عليها. دي تكنولوجي، تاني كلمة عندي تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا، وده ناون اسم، ان دي اختصار لناون اسم. بعد كده بيقول لي تابلت اللي هو الكمبيوتر أو التابلت اللي أنت بتستخدمه اللي هو لوح يعني تابلت. ديفايسز اللي هي الأجهزة ودي اسم. اي بوكس الكتب الإلكترونية، طبعا بوكس اللي هي الكتب، لو ضفنا لها اي يبقى اي بوكس اللي هي الكتب الالكترونيه. طيب بعد كده شات معناها يدردش. لو قلنا شاتد، لو قلنا كده شاتد دي معناها ايه؟ ان هو تحدث بطريقه ايه؟ وديه. بالانس عندي هنا بالانس ده فعل فيرب معناه يوازن، تمام كده. وعندي ممكن يجي لك نون كاسم، يبقى هو ممكن يجي كفعل وممكن يجي كاسم بمعنى التوازن. وطبعا دي لتر دي اللي مكتوب هنا ده لو قلنا بالانسد معناها وازنه، الماضي يعني لو عايزين نجيب الماضي. بعد كده اب معناها تطبيق، ممكن نقول ابلكيشن. وعندي هايبريد باص، هايبريد دي معناها ان هو خليط او مزيج ما بين البنزين وما بين الكهرباء. بعد كده عندي هنا سكرين اللي هي الشاشة. سمارت بورد سبورة ذكية. ويب سايت موقع إلكتروني. لابتوب كمبيوتر محمول. ريمايند طبعا خلي بالك من كلمة ريمايند لأن هيجيب لك بقى ريمايند وريمبر. ريمايند معناها يذكر شخص بشيء، ريمايند معناها يذكر شخص بشيء، لكن ريمبر معناها يتذكر هو نفسه اللي تذكر شيء، تمام كده؟ طيب افكت معناها اثر. نايت مود اللي هي الرؤيه الليليه. سيرش معناها يبحث. سمارت فونز الهواتف الذكيه. تعالى كده نحل الكويز ده مع بعضينا كده بسرعه. بيقول لي كان يو ممكن نقط مي تو برينج ماي انجلش بوك تومورو. ممكن بعد اذنك تفكرني اجيب كتاب الانجليش بكره. يعني ايه يذكر شخص بحاجه؟ لسه قايلين فوق يعني ريمايند، يبقى اول سبيس عندنا ريمايند. نمبر 2 بيقول لي I always use the نقط on my smartphone to protect my eyes. انا دايما بستخدم حاجه على الموبايل بتاعي عشان احمي عيني. بستخدم ايه؟ بستخدم النايت مود اللي هي المود بتاع الرؤيه الليليه. يبقى هنا نمبر 2 نايت مود. ثالث حاجه بيقول لي don't look at the space for too long. ما تبصش على حاجه فتره طويله. ما تبصش على ايه؟ اكيد ما تبصش على الشاشه فتره طويله. طيب يعني ايه شاشه؟ اللي هي سكرين هنا اهي. طيب بعد كده نمبر 4 بيقول لي he prefers. يعني ايه prefers؟ كلمه مهمه سجلها لو مش عارفها. prefers معناها يفضل. he prefers searching for information. هو بيفضل ان هو يبحث عن المعلومات on his space على حاجه he can take it everywhere. تمام كده؟ بيفضل ان هو يفضل يبحث عن المعلومات كده على حاجه معينه ويقدر ياخدها معاه لاي مكان. يبقى يقدر ياخدها معاه لاي مكان.
يعني متنقل. طيب ايه اللي ممكن يبحث عنه على معلومات المتنقل؟ اللابتوب، يبقى نمبر 4. طيب بعد كده عندي without معناها بدون، sure معناها يشارك، check يفحص، messages رسائل، interesting معناها شيق أو ممتع، facts حقائق، projects مشاريع أو مشروعات، blog معناها مدونة. ننزل تحت. bedtime وقت النوم، space الفضاء، habit عادة، planets خلي بالك هو هنا ما قالش plans، هو هنا قال planets معناها كواكب. طيب لو قال لك plans معناها طائرات. طب أنا آسف، plans دي معناها خطط، planes طائرات، خلي بالك عشان يعني بتفرق، فركز هنا لما يقول لك planets دي معناها إيه؟ كواكب. type معناها يكتب، نيوز معناها الأخبار، وايزلي بحكمة، كلمة مهمة قوي كلمة وايزلي دي. بريك استراحة، فاني معناها مرح أو طريف، وبعد كده يوسفول مفيد، أونلاين عبر الإنترنت، ستارت يبدأ، أدفنتشر ستوريز يعني قصص المغامرات أو قصص المغامرة، كلمة أدفنتشر دي كلمة مهمة جدا برضو. كازن ابن العم أو الخال، أميزنج رائع أو مدهش. portable كلمة مهمة جدا برضو معناها متنقل. طيب ودي adjective للعلم، دي صفة خلي بالك ان انا مثلا اللابتوب بتاعي portable، يعني ايه portable؟ يعني متنقل اقدر اخده في اي مكان. طيب بعد كده عندي سوشيال ميديا، سوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، journey رحلة، reduce يقلل، launch يطلق او ينطلق، electricity الكهرباء، pollution تلوث، company شركة، smart navigation كلمة navigation دي كلمة مهمة جدا برضو معناها الملاحة، خلي بالك بقى. smart navigation التوجيه الذكي، support يدعم أو يؤيد، science class حصة العلوم، videos الفيديوهات، technology habits عادات تكنولوجية، engines اللي هي المحركات اللي زي اللي موجودة كده ايه في السيارات، smart transportation النقل الذكي، vision معناها رؤية، greener معناها أكثر حفاظا على البيئة، locally محليا، وديزل معناه وقود. طيب بعد كده ننزل، طبعا عندي بيقول لي خلي بالك بقى التصريف الأول والثاني والثالث تصريفات الأفعال الإريجولار. تصريفات الأفعال في طبعا منها ريجولار في منها irregular. الجزء ده irregular اللي هو غير منتظم، يعني إيه؟ يعني حفظ. الجزء ده كده حفظ. think thought send sent know known felt. طبعا ده حفظ عشان لما اجي اقول لك ايه التصريف الثاني من فعل think تقول لي thought، التصريف الثالث تقول لي thought برضو، تبقى عارف يعني قدام لما ناخد الماضي البسيط والباست سمبل الكلام ده لازم تبقى عارف تصريف الافعال، التصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث. طيب بعد كده نكمل تصريف الافعال. هنا بيقول لي take took taken hurt spent. نيجي هنا بقى تعريفات. تقول لي ايه يا مستر ده؟ هو بص شفت الشاشه نفسها اتخضت، يعني الشاشه نفسها اتخضت اول ما شافت الديفينيشنز. طيب هل الديفينيشنز دي حفظ يا مستر؟ هل الديفينيشن دي انا هحفظ كل الكلمه دي؟ لا ما تحفظهاش، بس تبقى عارف لما يجي لك جمله زي كده في اللي تشوز تبقى عارف انت هو يقصد ايه من التعريف ده وانت هتختار ايه. فهنقراها مع بعضنا دلوقتي، اهم حاجه بس تكون ايه يعني فاهم معناها. طيب بيقول لي اول حاجه هنا سكرين اللي هي الشاشه، التعريف بتاعها a flat surface on which pictures or words are shown، يعني هو سطح في pictures صور or words كلمات are shown بتظهر. طيب e-book اللي هو الكتاب الايه الالكتروني، an electronic book كتاب الكتروني you can read on a screen instead of on paper، يعني كتاب تقدر ان انت تقراه على النت بدل ما تقراه على
ورق بيبر. تالت حاجة عندي بيقول لي اللابتوب. لابتوب اللي هو a portable computer، يعني عامل زي الكمبيوتر بس portable متنقل، يبقى كلمة portable دي معناها متنقل، كلمة مهمة جدا. بعد كده نايت مود. نايت مود ايه الشرح بتاعها؟ نايت مود اللي هو الوضع الليلي الخاص بالموبايل. طيب تشغيل الوضع الليلي اللي هو ايه؟ a darker screen، شاشة بتبقى غامقة شوية. setting to protect، عشان تحمي your eyes in low light، بنعملها عشان نحمي عينينا في ضوء بسيط كده. سمارت بورد زي اللي انا بشرح عليها دي، هي سبوره ذكيه من الاخر. ان انتراكتيف بورد يعني سبوره تفاعليه. used in classrooms for teaching lessons، بيتم استخدامها في الفصول عشان اشرح لك الدرس عليها. بغض النظر بقى انتوا عندكم في المدرسه في سمارت بورد في مدارس ولا لا، في مدارس كده وفي مدارس كده. ويب سايت موقع اللي هو a page on the internet. ويب سايت معناها موقع. A page on the internet هي صفحة على النت that gives information، بتديك معلومات or lets you do things online، أو بتخليك تعمل حاجات على النت. Digital معناها رقمي، احنا خدناها صفة using computer technology or electronic devices، إن أنت تكون بتستخدم الكمبيوتر تكنولوجيا اللي هي الكمبيوتر أو أجهزة إلكترونية، دي كلها حاجات ديجيتال رقمية. Screen time. Screen time the time you spend using devices like phones or computers، يعني الوقت the time you spend يعني الوقت اللي انت بتقضيه using devices، ان انت تستخدم اجهزه زي الموبايلات او الكمبيوتر. ده السكرين تايم اللي انت بتفضل باصص كده. انت مثلا النهارده قعدت عملت السكرين تايم بتاعتك فضلت مفتوحه فتره طويله جدا، ده معناه ان انت فضلت ماسك التليفون فتره طويله جدا، اللي هو الفتره الخاصه بعرض الشاشه بتاعتك على الموبايل. سوشيال ميديا طبعا كلنا عارفين السوشيال ميديا، محدش ما يعرفش السوشيال ميديا. اونلاين بلاتفورم، منصات اونلاين where people connect and share content، اللي الناس بتتواصل عليها وبيقدروا ان هم ينشروا محتوى. طيب الكولوكيشنز دي مهمه جدا جدا، دي حفظ برضو مهم طبعا، والكلمات اللي كانت فوق حفظ، بس دي يعني مهمه جدا. ليه؟ يقول لي بريكس وسبيس، فاختار تيك ولا اختار ميك ولا اختار سبند؟ لا اختار تيك. يبقى انا اكون عارف ان تيك بتيجي مع كلمه بريكس بمعنى ياخذ فترات راحه. سبند تايم، يقول لك تايم بعد النقط، ويقول لك في النقط سبند ولا تشيك ولا بلاي تايم؟ لا تقول لك سبند تايم معناها يقضي وقت. طب هو ما فيش حاجه معناها بلاي تايم؟ لا في حاجه اسمها معناها بلاي تايم، بس ده وقت اللعب. انا قصدي هنا لما اقول لك يقضي وقت، يبقى يقضي وقت دي معناها ايه؟ سبند تايم. تشيك ذا فون، يتحقق من الهاتف. create jobs، يوفر فرص عمل. play online games، يلعب عبر الانترنت. طيب بعد كده عندي السينونيمز والانتونيمز اللي هم المرادف والعكس او المعنى والمضاد، زي كده ما عندكم في العربي عندنا في الانجليش بالظبط. فحاجات بسيطه كده نبقى عارفينها. amazing معناها مدهش، بتسويها في المعنى كلمه wonderful او fantastic، وعكسها كلمه normal او ordinary يعني عادي، يعني عكس حاجه مدهشه حاجه رائعه حاجه عاديه normal او ordinary. teach معناها يعلم. educate معناها يعلم برضو، لكن learn عكسهم يتعلم. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل teaching، بدرس لك بعلمك. انت بتعمل ايه؟ انت learning. يعني ايه learning؟ يعني انت اللي بتتعلم وانا اللي بعلمك. طيب connect معناها يربط، ومعناها join او link. join link برضو بيجي بنفس معنى connect، وعكسها كلمة disconnect اللي هي يفصل. نفس النظام عندنا هنا protect يحمي، safe برضو يحفظ او يحمي، وعكسهم harm يأذي. wisely بحكمة، sensibly بحكمة برضو، وعكسها carelessly بإهمال. كلمة carelessly دي مهمة جدا. carelessly تمام كده؟ طيب useful معناها مفيد. helpful نفس النظام مفيد، عكسها useless او unhelpful اللي هو غير مفيد يعني او عديم الفائده. support يدعم. assist او help بتيجي بمعنى يدعم او يساعد برضو، وعكسها discourage اللي هي يحبط. reduce يقلل،
بتيجي بنفس معناها برضو decrease يقلل برضو، وعكسها increase يزيد أو يزداد. طيب عندي هنا حاجة اسمها prefixes and suffixes. يعني إيه الكلام ده؟ prefix اللي هي البادئة، prefix دي معناها البادئة. suffix يعني النهاية من الآخر. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني prefix هي عبارة عن حروف بنحطها في بداية الكلمة عشان نحول معنى الكلمة مثلا من فعل نخليها اسم، الكلام ده كله. suffix اللي هي النهاية، دي برضو حروف بنحطها في نهاية الكلمة. أنا مش فاهم حاجة يا مستر، فهمني. أقول لك بص بقى، مثلا هنا al digit دي معناها ايه؟ رقم. طب لما اقول ديجيتال انا هنا ضفت al بقى معناها ايه؟ رقمي. فانا هنا ممكن اصف شيء ان هو رقمي. يبقى هنا احنا حولناها من اسم اتحولت لايه؟ لصفه. خلاص كده؟ طيب ing واحده واحده تحول الفعل الاسم. احنا هنا عندي ايه؟ تيتش بمعنى ايه؟ يدرس، فعل. طب لما ضفت له ing بقى معناها ايه؟ التدريس. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ يعني كده زي ما اقول لك ايه؟ live يعيش، صح؟ living مش معناها يعيش، لا غلط، لان live اصلا ما ينفعش احط لها ing وتفضل فعل. امال ايه اللي بيحصل؟ بتتحول تبقى اسم. يبقى living معناها المعيشه. تمام كده؟ مش انت بتقول ليفنج روم غرفه المعيشه؟ نفس النظام. انت لما تحط ing لبعض الافعال، مش كلها طبعا، لبعض الافعال، وهي ليها اسم وليها وده درس معين وهنشرحه بعدين. بعض الافعال لما تحط لها ing في الاخر بتتحول تبقى اسم، يبقى هي اتحولت من فعل بقت اسم. طيب فل تحول الفعل لصفه. لو حطيناها في نهايتك زي كده ايه؟ يوز ده فعل بمعنى يستخدم. طب useful معناها مفيد. شفت ايه اللي حصل؟ يبقى اتحولت من فعل لايه؟ لصفه. ly لو ضفت ly للصفه تتحول لظرف على طول. يعني ايه؟ يعني wise معناها حكيم، دي صفه. انا مثلا بصف الشخص ده ان هو رجل حكيم، he is a wise man، رجل حكيم. طب لو قلت wisely زي كده، wisely دي معناها بحكمه، بحكمه. مش فاهم يا مستر اصلا هو يعني ايه ظرف؟ انت يعني عرفتني يعني ايه صفه، هو يعني ايه ظرف؟ الظرف ده هو يصف الفعل. الظرف ده هو اللي بيصف الفعل. يعني هو انا دلوقتي عايز اقول هو بيجري سريع ولا بسرعه؟ بيجري بسرعه. فانا هنا وصفت جريه، الفعل نفسه بتاع الجري. تمام كده؟ يبقى الصفه تصف اسم والحال او الظرف يصف فعل. هنا ion لو ضفناها بص كده pollute، لو قلنا pollute دي معناها يلوث. طب لو ضفنا ion بقى معناها ايه؟ التلوث، بقت pollution. pollution اللي هو ايه؟ التلوث. يبقى حولنا الفعل خلينا اسم برضو باضافه ion، او ساعات بتبقى tion. ity بيحول الصفه لاسم. ما هي electric دي كهربي، electricity الكهرباء نفسها. يبقى احنا حولنا electric بقت electricity اللي هي كهرباء. يبقى هي اتحولت من كهربي لكهرباء، يبقى اتحولت لاسم، حول الصفه لاسم. طيب بعد كده تعالى كده بقى عندنا اكسرسايز على الفوكاب. بص بقى، اول سؤال بيقول لي the opposite يعني مضاد كلمه protect يحمي، يعلم teach، ولا connect يوصل، ولا learn يتعلم، ولا harm يأذي؟ اكيد harm يأذي. يبقى مضاد كلمة يحمي يأذي اللي هي harm. we add suffix، خلي بالك يعني ايه suffix؟ نطلع فوق كده، انا كنت كاتبها لك هنا اهو prefix البادئة، لكن suffix اللي هي ايه؟ النهاية. بنحط حروف في نهاية الايه؟ الكلمة. ليه بقى؟ بيقول لي هنا to form the adjective from the word digit، عشان نجيب الصفة من كلمة او من النون الاسم digit رقم. انا عايز اجيب منها بقى رقمي، عايز اقول رقمي، يبقى اقول ايه؟ اكيد ديجيتال al. بعد كده بيقول we add suffix، نفس النظام برضو بنحط نهايه to form the adjective from the word help، عشان نجيب صفه من كلمه help معناها يساعد، صح؟ ده فعل. طيب انا عايز احوله اخليه صفه، يبقى اخليه شخص انسان يعني helpful،
انسان بيساعد الناس وكده، يبقى helpful يبقى هنضيف FUL. The antonym يعني ايه antonym؟ antonym دي معناها مضاد. اوعى ما تكونش عارف، دي اهم حاجه. انت لو ما تعرفش يعني ايه كلمه antonym دي بتساوي كلمه opposite. antonym دي بتساوي كلمه opposite اللي هي معناها عكس او مضاد. بيقول لي the antonym of the word reduce دي معناها ايه؟ يقلل. يبقى عكس يقلل ايه؟ اكيد increase يزيد. protect يحمي اكيد لا. decrease يقلل لا. support يدعم لا برضه. amazing and space amazing يعني مدهش او مذهل have the same meaning. يبقى هو هنا same meaning ده نفس المعنى. يبقى هو عايز هنا كلمه بتساوي كلمه amazing، يعني عايز سينونيم، عايز معنى لكلمه amazing اللي هي ايه؟ مذهل. يبقى اكيد فانتاستيك رائع او مذهل. اكيد مش دارك مسلم ولا ديجيتال رقمي ولا لوكال محلي. ننزل هنا بقى، ركز قوي معايا بقى في الحته دي. انا عندي كلمه هناخد الفرق دلوقتي ما بين اونلاين واوفلاين. ركز قوي معايا بقى. عندي اونلاين بتيجي بمعنيين. عندي هنا اونلاين بتيجي ايه؟ بمعنيين. طيب اول معنى لو جات لك كادفيرب، يعني ايه ادفيرب؟ يعني حال. لو هي جت كحال بتترجم عبر الانترنت، تترجم كده. مثلا زي الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ why don't you find information online؟ ليه ما تبحث عن المعلومات او ما تجدش المعلومات عبر الانترنت؟ يبقى اونلاين هنا حال ظرف وعايده على كلمه find، عايده على الفعل. قلت لك الحال او الظرف بيصف الفعل. طيب يبقى احنا عرفنا هي لو جت حال او ظرف بيبقى معناها عبر الانترنت. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو جت اونلاين كادجكتيف صفه بيبقى معناها ايه؟ ده اللي انت عارفه بقى. اونلاين يبقى انا متصل بالانترنت، دي اللي هي عاديه جدا. وطبعا الصفه بيجي بعديها نون، بيجي بعديها اسم، ده حاجه محفوظه. بيقول لي طارق لايكس بلاينج اونلاين جيمز. طارق بيحب لعب الالعاب الاونلاين اللي هي متصله بالانترنت. طبعا هنا اونلاين صفه، عرفت منين؟ لان انا عندي جيمز العاب دي اسم، والصفه تصف الاسم وتاتي قبله. يبقى اونلاين جت قبل كلمه جيمز. طيب بعد كده عندي اوفلاين عكس اونلاين. اوفلاين بقى اللي هي ايه؟ غير متصل بالانترنت. بيقول لي علي از اوفلاين، هي كان تكست مي ناو. علي مشغول مش هيقدر ان هو يكلمني دلوقتي. عندي كلمه مهمه قوي اسمها انستد وانستد اوف. ايه ده؟ هو في فرق اصلا؟ لا، هو يعتبر ما فيش فرق. هو الفرق في المعنى يعني، لكن الفرق كجرامر. ايه الفرق؟ انستد بتيجي في اخر الجمله زي كده وبتيجي بمعنى بدلا من ذلك. بتيجي في نهايه الجمله ايه؟ الثانيه، وبتيجي بمعنى ايه؟ بدلا من ذلك. دي انستد بس، ما بيجيش وراها حاجه. يقول لي he didn't use his tablet، هو ما بيستخدمش التابلت بتاعه. he used his smartphone instead، لكن هو بدلا من التابلت بيستخدم ايه؟ بيستخدم السمارت بورد بدلا من ذلك. طبعا بدلا من ذلك دي عايده على ايه؟ عايده على عدم استخدامه ايه؟ للتابلت، فهو بيستخدم السمارت فون. لكن هنا بقى بيقول لي instead of. instead of دي لازم يجي وراها noun او verb ing او gerund يعني. يبقى instead of خدت بالك هنا جه وراها ايه؟ doing verb ing. يبقى instead of doing his homework بدل ما يعمل الواجب بتاعه he went to bed، بدل ما يعمل الواجب طلع نام. والله يعني اعتقد ان معظمكم بتعملوا كده، بتسيبوا الواجب تطلعوا تناموا، اعتقد يعني. ما علينا. يبقى عرفت الفرق. instead بيجيش وراها حاجه، لكن instead of بيجي وراها ايه؟ ing او noun اسم. remind وريمبر اللي انا قلت لك عليها في اول الحصه. قلت لك remind يذكر شخص بشيء، لكن remember يتذكر شيء. يبقى اول حاجه عندي remind اهو بيقول لك ايه؟ يذكر شخص اخر. بص، can you remind Ali to bring his car؟ ممكن تفكر علي ان هو يجيب العربيه بتاعته. لكن هنا remember يقول لك ايه؟ I remembered visiting Luxor last year. انا افتكرت ان انا زرت الاقصر السنه اللي فاتت. هو هنا هو اللي افتكر، هو اللي تذكر، مش هو اللي ذكر شخص اخر. يبقى remember. وطبعا هو هنا حط لها ضاف لها ed عشان في الباست في الماضي. يبقى هنا remember تذكر من تلقاء نفسه. بعد كده نيجي بقى للاكسبريشنز والprepositions. important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر. يلا بينا نقراها مع بعض.
per minute يعني في الدقيقة، أو الدور activities أنشطة خارجية. a whole day يعني يوم كامل. use wisely يستخدم بحكمة. احنا كل ده تعبيرات. runs on both يعمل باستخدام كلا من. launched its first اطلق اول مثلا كده، الشركه مثلا اطلقت اول مش عارف ايه، يبقى launched its first وتكمل الجمله. smarter transportation النقل الذكي. what about خلي بالك ان what about ده اسلوب اقتراح suggestion وبيجي وراها verb ing وده ليه درس نبقى نشرحه بعدين. prepositions حروف الجر. on your phone أو on your tablet على هاتفك. learn to يتعلم أن. on the screen على الشاشة. on the internet خلي بالك إن هو أغلبها أصلا لو شفت ده لازم يجي قبلها on. في الأغلب يعني. vision for رؤية لي. at breakfast في وقت الإفطار. search for يبحث عن. use for يستخدم لي يبقى for معناها لي. chat with يدردش مع. be made by معناها ايه؟ يصنع بواسطة. balanced with يوازن مع أو balance with. share with يشارك مع. runs on يدار بواسطة شخص ما. خلي بالك إن run هنا مش معناها يجري، لا run on هنا معناها ايه؟ يدير أو يدار بواسطة شخص ما يعني. during the day أثناء اليوم. طيب هنا عندك جايب لك زي تلخيص كده summary، تلخيص لايه؟ بيقول لك مين بوينتس اللي هي النقاط الرئيسيه عن الريدنج القراءه اللي موجوده عندك. طبعا انا يعني دي النقاط الرئيسيه المين بوينتس او التلخيص. انا مش هقرا معاك التلخيص، انا هجيب لك الريدنج نفسها يا باشا. نقرا بقى الريدنج نفسها بدل ما نقرا التلخيص. حد يقول لي يا مستر احنا فاضيين بقى نفضل نقرا الريدنج بقى وفاضيين احنا للكلام ده مستر؟ ما انزل على طول على الجرامر. بالمناسبه انا هشرح الجرامر في نفس الليكتشر دي. طبعا انا عارف ان المحاضره دي هتكون طويله شويه، مش شرط خالص ان انت يعني ايه تسمعها مره واحده. ممكن تجزأها الكلمات لوحدها، تحفظها، تحل عليها، بعد كده تسمع الحل بتاعي طبعا اللي انا شرحته هنا وتحل. بعد كده تيجي بقى الجزء الخاص بايه؟ بالجرامر، تسمعه وتحل عليه. ركز معايا بقى قوي كده. هنا ايه لازمه الريدنج، قطعه الريدنج دي؟ عشان تعرف من الاخر تكتب الباراجراف. ما هو بيجيب لك سؤال الباراجراف ده، من الباراجراف اللي هو الفقره اللي انت المفروض تكتبها بيجيبها لك من هنا من المواضيع بتاعه القراءه دي. تمام؟ وعايز اقول لك ان الواجب عليك المره دي في الليكتشر دي المحاضره دي، او مش انا كمان اللي مديهولك، ده هو كتاب المعاصر مدي واجب او مدي باراجراف واجب كده هتحله وتبعته لي على صفحه الفيسبوك زي ما قلت لك عن الديجيتال لايف، حياتك الرقميه. بتستخدم يعني بتعمل ايه في يومك من خلال الحياه الرقميه بقى؟ بتستخدم موبايل، كمبيوتر، لابتوب، بتعمل ايه الكلام ده كله. تمام؟ وهنتعلم ازاي نكتب وهنعرف كل حاجه دلوقتي، بس ركز معايا قوي. بيقول لي ايه؟ Hi everyone, my name is طارق. Hi everyone, my name is طارق. انا اسمي طارق. And I want to share my digital day with you. وعايز اشارك معاكم اليوم الرقم الخاص بيا. I always start my morning by checking my phone. انا دايما ببدأ يومي او اول ما اصحى من النوم على طول ان انا بمسك التليفون بتاعي. طبعا ده غلط جدا، محدش يعمل كده، بس هو بيحكي لكم يعني هو بيعمل ايه. I usually have 3 or 4 messages from my school friends. أنا دايما بيجي لي من 3 ل 4 رسائل من صحابي اللي في المدرسة. Sometimes أحيانا اللي بيحصل my cousin ابن عمي from Alexandria من اسكندرية send me funny pictures بيبعت لي صور مضحكة. At breakfast على الفطار I often use my tablet. وعلى الفطار بقى بمسك التابلت كده to search for news عشان ابحث عن الاخبار. My favorite app والاب التطبيق بتاعي الخاص بيا المفضل او التطبيق اللي انا بحبه قوي shows me interesting facts بيظهر لي حقائق عن الحيوانات او بشأن الحيوانات and space والفضاء. I never eat without looking at something on my screen. انا عمري ما بعرف اكل غير وانا ماسك الموبايل كده وماسك الشاشه كده بتفرج عليها. طبعا اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده.
I know it's not good habit. سبحان الله، يعني لسه بقول لك اوعى تعمل كده، هو بيقول كده، يعني هو عارف. بيقول لك I know، بص كده، I know it's not good habit، يعني انا عارف ان هي مش عاده كويسه وبيعملها. خلي بالك بقى، ما تعملش زيه. At school we sometimes، في المدرسه we sometimes في بعض الاحيان use the smart board، بنستخدم اللي هي السمارت بورد زي اللي انتوا شايفينها دي كده، اللي هي السبوره الذكيه. In our science class، في درس العلوم. Our teacher، المدرس بتاعنا shows us amazing videos about، المدرس بتاعنا بيورينا فيديوهات رائعة جدا عن planets، الكواكب، and animals، الحيوانات. I love watching them، بحب اتفرج عليهم قوي. We also use computers in our computer class twice a week، احنا دايما بنستخدم الكمبيوتر في الحصة الخاصة بالكمبيوتر twice a week، يومين في الأسبوع. I'm learning to type faster، وأنا بتعلم إن أنا أكتب بسرعة. I can type 25 words per minute now، أنا دلوقتي أقدر إن أنا أكتب 25 كلمة في الدقيقة. إن شاء الله عليه، تحسن. After school، بعد المدرسة I always do my homework first، بعد المدرسة دايما بعمل الواجب بتاعي الأول. I usually search for information، أنا دايما ببحث عن معلومات on my laptop، على اللابتوب الخاص بي. When I need help، ولما بحتاج مساعدة with my project، في المشاريع بتاعتي. My favorite website، الموقع المفضل بالنسبة لي has lots of useful information for students، الموقع بقى المفضل بالنسبة لي ده فيه معلومات مفيدة جدا جدا، useful information for students، للطلبة. In the evening، في المساء I sometimes play online games، في المساء بنلعب بقى اونلاين جيمز، العاب بقى بلاي ستيشن بقى يا معلم وكده اونلاين with my friends، مع اصدقائه. We usually play for 1 hour، دايما بنلعب لمدة ساعة. Then we stop، بعد كده بنوقف. My parents always remind me to take breaks from the screen، دايما والدايا كل شويه يقولوا لي سيب الموبايل من ايدك، سيب الموبايل من ايدك وخد بريك يا حبيبي، ما تفضلش بص في الموبايل كتير. طبعا ده بيحصل معانا كلنا. Before bedtime، قبل النوم I often read e-books، خلي بالك مالكش بوكس، قال لك e-books، يعني ايه e-books؟ لسه واخدينها، كتب ايه؟ كتب الكترونيه اللي هي بتتقري على النت. بيقول لك قبل النوم هو بيقرأ كتب إلكترونية on my tablet، على التابلت الخاص بيه. I love adventure، بحب المغامرة. stories، اللي هي القصص، يبقى هو بيحب القصص. قصص ايه؟ قصص المغامرة. but I always use the night mode، لكن انا دايما بستخدم النايت مود، اللي هي وضع الرؤية اللي هي بيبقى موجود في الموبايل so the screen doesn't hurt my eyes، عشان كده السكرين الشاشة ما بتأذيش عينيه. I think technology is amazing، أنا بعتقد إن التكنولوجيا مذهلة جدا. but I'm learning to use it wisely. خلي بالك دي أهم حتة. ليه؟ بيقول لك التكنولوجيا مهمة، لكن أنا بحاول أو بتعلم إن أنا استخدمها بحكمة. بإيه؟ بحكمة. خدت بالك إن هو ضاف هنا ly، يعني حال. بحكمة عايد على إيه؟ التصرف، على learning، التعلم ان هو ازاي يستخدمه بحكمه. ما ينفعش اقول بتعلم حكيم، لا هنا قلت ايه؟ اتعلمت ازاي استخدمه ايه؟ بحكمه. يبقى I'm learning to use it ايه؟ ان انا برضو عايد على الفعل برضو ايه؟ use. What about you؟ ماذا عنك؟ How do you use technology your day؟ بيسألك انت بقى كطالب، بيقول لك انت بقى بتستخدم التكنولوجيا بتاعتك في يومك ازاي؟ بتعمل ايه؟ عايزكم برضو تردوا عليا كده في الكومنتس. طيب أول سؤال بيقول لي give a suitable title for the passage، اديني عنوان مناسب للفقرة أو قطعة الريدنج اللي احنا قرأناها دي. طبعا هو هنا مجاوبها لك أهو، بيقول لك طارق ديجيتال لايف، يعني حياة طارق الرقمية، بيعمل إيه في يومه. هنا بيقول لي extracting information، يعني احنا بقى إيه اللي هنجاوب على السؤال. بيقول لي إيه what does طارق do in the evening؟ What does طارق do in the evening؟ طارق بيعمل ايه في المساء؟ نرجع كده فوق اهو in the evening sometimes play online games، يبقى اهو دي الاجابه على الايه؟ الكويستشن، السؤال اللي تحت. بيعمل ايه؟ play online games with his friends، مع اصدقائه. تمام كده اهو، وبيلعبوا لمده ايه؟ we play for an hour، لمده ساعه. بعد كده طبعا هو مطلع لك كلمات من الريدنج، وطبعا الكلمات دي هي اللي موجوده عندك فوق، هي. طيب
تاني جزء عندنا my screen time، ده جزء بسيط وسهل. بيقول لي hi I'm أيمن، هلو أو ازيك، أنا أيمن، I'm 13-year-old student، أنا عندي 13 سنة، طالب عنده 13 سنة. I love my digital life، بحب الحياة الرقمية بتاعتي قوي. Every day I spend، كل يوم أنا بقضي about 3 hours، بيقضي 3 ساعات من يومه on the smartphone، على التليفون. I use social media، بستخدم السوشيال ميديا to chat with my friends، ان انا اعمل chatting with my friends، اتكلم معاهم and watch funny videos، واتفرج على فيديوهات مضحكة on the internet، على الانترنت. It's fun، حاجة يعني مرحة. but sometimes I spend too much time online، لكن في بعض الأحيان الأخرى بعمل ايه؟ بقضي spend too much time، وقت كبير قوي online، مش 3 ساعات بس، ممكن يكون بيقضي اكتر من كده. My mom says I need to reduce، والدتي قالت لي ان انا محتاج ان انا reduce، اقلل my screen time because it affects my sleep. يبقى محتاج ان انا اقلل my screen time، اللي هو وقت الفرجة على الموبايل او وقت ماسك الموبايل كده وانت عمال بتتفرج عليه، because it affects my sleep. affects معناها يؤثر، my sleep بيأثر على نومه. She's right، هي عندها حق. Sometimes I feel tired in the morning، بعض الأحيان أنا بشعر إن أنا مرهق في الصباح. I also برضو use my tablet for homework، بستخدم ساعات التابلت عشان أقعد أعمل homework like researching for project، وممكن إن أنا أعمل بحث عن المشاريع الخاصة بيا أو يعني الواجب اللي هو عنده. Digital devices are great، digital devices are great، زي الموبايل طبعا اللي هي الأجهزة الرقمية are great، جميلة جدا. but I think we need to balance them with outdoor activities، لكن احنا محتاجين ان احنا نعمل balance، محتاجين ان احنا نوازن them with outdoor activities، بالأنشطة الخارجية. يعني محتاج ان احنا نطلع نعمل أنشطة خارجية كده بدل ما احنا ماسكين التابلت طول اليوم. طيب بعد كده بيقول لي the hybrid bus ايجيبت. هايبريد، احنا اتفقنا هايبريد باص ده اللي هو اتفقنا هايبريد باص ده اللي هو مزيج ما بين الكهرباء والبنزين، يعني في زي عربيات كتير كده او باصات كتير نزلت هي فيها تعمل بالكهرباء والبنزين. Egypt has launched، يعني مصر اطلقت its first hybrid bus in أسوان. مصر اطلقت اول اتوبيس ليها في أسوان. it runs، طبعا هايبريد دي قلنا معناها بيعمل بالبنزين والكهرباء. أول أتوبيس يعمل بالبنزين والكهرباء مصر أطلقته في أسوان. It runs on both electricity، يعني بيعمل على أو بيدار بالكهرباء، بيتشغل يعني بيتم تشغيله أو بيتم عمل بالكهرباء. and ديزل ده اللي هو الوقود. helping reduce pollution، يعني بيساعدنا helping to reduce pollution، بيساعدنا إن احنا نقلل التلوث. and protect the environment، ونحمي البيئة. the bus was made by an Egyptian company، الأتوبيس ده made by يعني صنع بواسطة Egyptian company، يعني شركة مصرية. and includes modern technology like smart navigation، وبتتضمن modern technology يعني تكنولوجيا حديثة زي like smart navigation، زي الملاحة الذكية and quiet engines، والمحركات الهادئة. it supports Egypt's vision، بتدعم رؤية مصر في 3030 for clean، لان هي تكون يعني نظيفه اكتر، smart cities، ويكون مدن ذكيه اكتر. most parts of the bus، معظم اجزاء الاتوبيس are made locally، صنعت محليا. creating jobs، عشان تصنع فرص عمل. this bus is just the start of Egypt's journey، الاتوبيس ده هو فقط بدايه لرحلة مصر Egypt's journey to greener، عشان نحافظ على البيئة. smart transportation، ويكون في نقل ذكي ما يلوث البيئة. يعني هدف الهايبريد ده ان هو ما يلوث البيئة زي العربيات الخاصة بالبنزين. طيب بعد كده عندنا parts of speech، اللي هي أجزاء الكلام. طبعا احنا عارفين ان مثلا ان جملتنا مثلا بتتكون من فاعل ثم فعل مثلا ثم مفعول مثلا. فالفاعل ده السبجكت ده ممكن يبقى اسم، وعندنا حاجه اسمها فيرب اللي هو الفعل، وعندنا حاجه اسمها اوبجكت اللي هو المفعول. وده تكوين الجمله العاديه خالص عندنا في الانجليش.
وممكن طبعا بعد الفيرب ممكن يجي adjective او ممكن يجي noun. طبعا انتوا هتقولوا لي احنا مش فاهمين اي حاجه يا مستر من اللي انت بتقوله ده، مش مهم تفهم الجزء ده دلوقتي، ركز معايا بس في البوينتس اللي انا هقولها لك دي. طبعا noun ده معناها اسم. A word that names a person. اسم ده يعني هو اسم، ممكن يكون اسم شخص، اسم شيء، اسم حيوان او اسم مكان. الفعل ده ممكن هي كلمه that shows an action بتعبر عن حدث، يبقى الفعل ده هو بيعبر عن حدث. تالت حاجة an adjective الصفة. الصفة زي ما قلت لك هي بتصف اسم، a word هي كلمة that describes تصف noun اسم. زي ما اقول لك كده clever boy يعني ولد ذكي، فهنا انا وصفت الولد ان هو ذكي، فكليفر هنا صفة عشان وصفت الاسم. طيب بعد كده هنا بقى بيقول لك يلا عندي كلمة funny وستارت وادفنتشر وديجيتال ويب سايت وافكت. بيقول لي عايزك ناون تجزأهم لي، يعني تقول لي مين فيهم الناون الاسم، ومين فيهم الفعل اللي هو الفيرب، ومين فيهم الادجكتيف اللي هي ايه؟ اللي هي الصفة. واحدة واحدة كده. funny حاجة funny حاجة مضحكة، حاجة بتسبب ان احنا نضحك. funny مضحكة، يبقى مثلا ممكن اقول ايه funny stories قصص ايه؟ قصص مرحة او قصص مضحكة. يبقى انا كده وصفت القصص ان هي مضحكة، يبقى دي صفة. يبقى اول حاجة عندي funny دي ايه؟ صفة. تاني حاجة عندنا ستارت. ستارت دي معناها ايه؟ ابدأ او يشغل، ده فعل. ستارت ده فعل. بعد كده ادفنتشر مغامرة. مغامرة ده اسم. انا ما قلتلكش غامر، انا قلت لك ايه؟ مغامرة اللي هي ايه؟ ادفنتشر. ديجيتال رقمي، انا قلت لك ممكن اصف التليفون ان هو ايه؟ رقمي، وقلنا ديجيت رقم، ولما نضيف لها ايه اللي بيحصل بتحاول تبقى صفة، يبقى ديجيتال رقمي دي صفة adjective. بعد كده عندي ويب سايت. ويب سايت اللي هو الموقع ده اسم. واخر حاجة affect يؤثر، ودي فعل. خلاص كده؟ طيب بعد كده عندنا هنا تدريبات بقى على الفوكابلري. اول سؤال عندي بيقول لي our teacher explains the lesson using the. المدرس بتاعنا بيشرح الليسون. explain هنا معناها يشرح، بيشرح الدرس the lesson using the space باستخدام حاجة and shows us amazing videos وبيظهر لنا فيديوهات رائعة. يبقى هو بيشرح باستخدام ايه؟ السمارت بورد. برافو عليك، زي اللي انا بشرح عليها دي كده. اكيد مش وول حيطة ولا دور باب ولا ويندو شباك. تاني سؤال بيقول لي I always use my نقط to search. أنا دايما بستخدم حاجة to search عشان أبحث for information على المعلومات on the internet على النت. بستخدم إيه عشان أبحث عن معلومات على الإنترنت؟ أكيد بستخدم اللابتوب، أكيد مش بستخدم القلم عشان أبحث عن معلومات على النت، ولا الكتاب ولا التلفزيون. I use my tablet to read space online. أنا بستخدم التابلت بتاعي عشان أقرأ حاجة أونلاين. عشان أقرأ إيه؟ أكيد إي بوكس اللي هي الكتب الإلكترونية. أكيد مش هقرأ سمارت بورد سبورة ذكية، ولا موبايلات، مش هقرأ موبايلات، ولا هقرأ سكرينز. لا، سكرين دي الشاشة نفسها، أكيد مش هقرأها. أنا هقرأ كتب إيه؟ إلكترونية. طيب بعد كده بيقول لي number 4 I space with my friends when they are online. انا حاجه مع اصدقائي لما يبقوا اونلاين. يعني يبقى انا ايه؟ بعمل شاتنج، بتشات، بدردش مع صحابي. اكيد مش بذكرهم لما بيبقوا اونلاين، ولا بشوفهم لما بيبقوا اونلاين، ولا رن بجري معاهم. طبعا هنا رن لوحدها يجري، لكن هي بتيجي معنا يدار زي ما احنا خدناها. We should space number 5 we should space between screen time. احنا يجب ان احنا نعمل حاجه ما بين وقت استعمال التليفون او ان انا اقعد اتفرج على الشاشه and the other outdoor activities. لسه واخدينها فوق في الريدنج، قلنا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل بالانس ما بين الاثنين. يبقى letter C. اكيد مش هشارك ولا هحمي بروتكت ولا هعيش. Number 6 I want to space my digital day with you. انا عايز حاجه my digital day with you. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشارك يومي الرقمي معاك. اكيد مش هيرسم اليوم الرقمي، ولا هيسمع يوم الرقمي، ولا هيشاهد يوم الرقمي. What space devices do you use when you go online؟ ايه اجهزه حاجه
بتستخدمها لما بتبقى اونلاين اكيد ديجيتال ديفايسز. بعد كده طبعا هاند ميد معناها يصنع باليد، بلاستيك اللي هو البلاستيك، وودن ده اللي هو الايه؟ وودن ده اللي هو ما يعمل بالخشب. Egypt has spaced the first hybrid bus in Aswan. مصر حاجه فيرست هايبرد، احنا قلنا هايبرد باص ده اللي هو ايه؟ مصنوع كهرباء وبنزين في اسوان. يبقى ايجيبت هاز لانشد، اطلقت اول اتوبيس في اسوان. اكيد مش قفلت اول اتوبيس ولا دمجت اتدمرت ولا بينتد رسمت. تمام؟ طيب نمبر 9 بيقول لي it's good to space a break after looking at a screen for a long time. يعني من الجيد ان انت تعمل ايه؟ a break take a break. قلنا collocations دي حفظ مهمه جدا، ان احنا ناخذ استراحه بعد ما نكون ايه looking for screen، بعد ما نفضل ماسكين موبايل لفتره طويله لازم ناخد ايه؟ استراحه. يبقى make a break نصنع استراحه، continue break نكمل. اكيد لا، هي بتاخد ايه؟ take ده حفظ. I use my phone to take space of my cat. انا بستخدم التليفون بتاعي to take pictures، ان انا باخذ صور للقطه الخاصه بي. اكيد مش مواقع ولا نيوز اخبار ولا ابس تطبيقات. I bought a new space to connect to the internet and use apps. انا اشتريت حاجه جديده تمام كده to connect to the internet and use apps، عشان اتصل بالانترنت واستخدم التطبيقات. يبقى انا اشتريت ايه جديد؟ اكيد اشتريت سمارت فون، هو الوحيد اللي هنا من الاختيارات اللي بيخش على النت واقدر انزل عليه تطبيقات. اكيد مش كالكوليتور آلة حاسبه ولا تشيت اللي هو الورقه ولا نوت بوك اللي هو النوت بوك كشكول. طيب نمبر 12 بيقول لي it's a good idea to use space mood when reading at night. من الجيد ان انت تستخدم ايه؟ تستخدم حاجه وضع ايه؟ وضع ليلي لما تبقى بتقرا على الموبايل كده بالليل. طيب definitions التعريفات. A space is a portable computer. هو كمبيوتر متنقل اللي هو ايه؟ قلنا عليه اللابتوب. The space is an interactive board. هي سبوره تفاعليه بتستخدم في الايه؟ لسه قايلين عليها اللي هي ايه؟ اللي هي السمارت بورد زي اللي انا بشرح عليها كده، سبوره ذكيه. Language notes expression prepositions. بقى نيجي بقى عن الملاحظات اللغويه والتعبيرات وحروف الجر. He likes drinking water of soda because it's healthy. هو بيحب ان هو يشرب ميه بدلا من الصودا زي البيبس عشان ده صحي اكتر. وخلي بالك انا عندي هنا اوف، يبقى اقول ايه؟ instead of بدلا من. خدت بالك من حاجه؟ انا قلت لك ان instead of بيجي بعدها ايه؟ يا فيرب ing يا noun اسم. هو هنا جايب لك noun صودا. Egypt has a strong vision, space, cleaning energy and modern cities. مصر عندها رؤية قوية جدا للطاقة النظيفة and modern cities. يبقى اللي هي for، يبقى Egypt has a strong vision for clean energy and modern cities. خلاص كده؟ طيب يبقى vision تاخد حرف الجر ايه؟ for. ننزل بعد كده على ال speaking. Asking and answering question about your daily routine. يلا. يعني ايه daily routine؟ يومك الروتيني بيمشي، يعني العادات اليوميه بتاعتك. اول سؤال بيقول له how do you spend your day. طبعا الكلام ده هنقراه سريعا. how do you spend your day؟ بتقضي يومك ازاي؟ بيقول له I use digital devices like smartphones. بستخدم الاجهزه الرقميه بتاعتي زي الهواتف المحموله. what things do you do every day؟ ايه الاشياء اللي انت بتعملها كل يوم؟ بيقول له every day I study use my phone. كل يوم انا بذاكر وبستخدم التليفون بتاعي and chat with my friends online، بتحدث مع اصدقائي عبر الانترنت. حد يقول لي يا مستر هو الكلام ده فايدته ايه؟ هيفيدك في الدايلوج، اللي هي المحادثه القصيره. طيب how do you start your morning؟ ازاي تبدا يومك؟ I start my morning by checking my phone and getting ready for school. ببدا يومي ان انا بفحص موبايلي وببدا ان انا اجهز عشان المدرسه. What do you do after school؟ بتعمل ايه بعد المدرسه؟ فهنا بيقول له after school بعد المدرسه I have a rest. برتاح شويه. do my homework بعمل الواجب and use the internet for learning. وبستخدم الانترنت عشان اتعلم. بعد كده بيقول لي what device do you use most؟ ايه اكتر جهاز بتستخدمه؟ فبيقول له I use my smartphone موبايلي.
When do you use it؟ بتستخدمه امتى؟ بيقول له I use it in the morning before school. بستخدمه في الصباح قبل المدرسة. Why do you use it؟ طب بتستخدمه ليه؟ بيقول له I use it to study my lessons. بستخدمه عشان أذاكر دروسي. Search for information عشان أبحث عن معلومات. And talk to my friends وعشان أتحدث مع أصدقائي. نيجي بقى يا صديقي عند جزء الجرامر اللي هو البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. طبعا المفروض ان انا متعود ان انا اشرحه عموما على الوايت بورد كده شرح مبسط، بس المعاصر ما شاء الله عليه السنه دي عامل شغل حلو جدا جدا ومنظم الدرس بطريقه سلسه عشان والحمد لله يعني ان هو عمل كده، وفر علينا وقت كبير ومجهود، وبالمره هتذاكره من الكتاب. واحده واحده بقى وركز معايا قوي. انا اول حاجه لازم اكون عارفها عن الزمن ان انا اكون عارف استخدامه. بستخدمه امتى الزمن ده؟ بيقول المضارع البسيط بستخدمه للتعبير عن حقائق. تاني للتعبير عن ايه؟ للتعبير عن حقائق. يعني ايه حقائق؟ اللي هي facts بالانجلش. حقائق يعني facts. او العادات اللي هي habits. او روتين يومي. يبقى المضارع البسيط بيعبر عن حقائق facts او habits او روتين. بيقول لي بعد I، طبعا انا عارف ان جملتي بتبتدي بالسبجكت. جملتي بتبتدي بالايه؟ بالسبجكت. يعني ايه سبجكت؟ فاعل. طيب بيقول لك الفاعل ده بقى لو كان I او you او we او they، ده ضمير، يعني ضمير الفاعل. لو كان I او you او we او they او فاعل جمع، فساعتها بنجيب وراها الفعل في المصدر زي ما هو عامل كده هنا. قايل لك ايه؟ we usually play ولا plays؟ play، فعل في المصدر. تمام كده؟ طيب قال لي بقى لو الفاعل ده هي او شي او ات، بنجيب فعل في المصدر باضافه اس او اي اس او اي اي اس. طب هو مصر بمزاجنا نحط اس واي اس واي اس؟ لا طبعا، كل حاجه ليها رول، كل حاجه ليها قاعده، وهنشرح قاعده امتى نضيف اس وامتى نضيف اي اس وامتى نضيف اي اي اس. يبقى خلينا كده متفقين ان بعد اي او يو او وي او ذي بنجيب الفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات، ولا اس ولا اس ولا اس. اهو وي يوجوالي بلاي، الفعل بلاي في المصدر. هنا بقى بيقول لي رودينا sometimes listens دي معناها ايه؟ يستمع. رودينا دايما بعض الاوقات بتستمع للراديو، فهنا listens ضاف ايه؟ ضاف اس في الاخر. طب ليه ما ضافش اي اس؟ طب ليه ما ضافش اي اي اس؟ ده بقى اللي هنعرفه في الاخر، بس انا كل اللي يهمني ان بعد هي او شي او ات بنجيب فيرب باضافه اس او اي اس او اي اس. ده في الجمله الخبريه المثبته، جمله خبريه عاديه جدا، لسه هننفي ولسه هنسال دلوقتي. بص بقى، امتى بنضيف للفعل اس؟ دي سيبها للاخر، خلينا نبدا من رقم 2، لان كل الافعال يضاف لها يتم اضافه اس الا في قاعده رقم 2 و3. ركز بقى قوي. امتى نضيف اي اس مع الفعل؟ لو الفعل انتهى باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس. تاني، لو الفعل انتهى باس اس او اس اتش او سي اتش او 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 اكس، لو الفعل بتاعك انتهى بحاجه من دول بتضيف اي اس. تعالى كده نشوف. My brother اخويا often watches. انا هنا قلت ايه؟ watch اهي وضفنا لها اي اس. طب ليه؟ عشان اهي بص كده، خدت بالك؟ عشان watch انتهت بايه؟ بسي اتش، فضفنا لها اي اس. طيب ركز معايا. امتى بقى بنضيف للفعل اي اس؟ لو الفعل اللي عندك انتهى بواي وقبل الواي حرف ساكن. تاني، وقبل الواي ايه؟ حرف ساكن، يعني كونستنت. يبقى قبل الواي هنا في حرف ساكن. ساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها بنحذف الواي وبنضيف اي اس. حد يقول لي مثلا مش فاهم حاجه. كان عندك في حاجه اسمها فاولز. ايه هي الفاولز؟ الحروف المتحركه. ايه هي الحروف المتحركه؟ اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو، صح ولا لا؟ طيب انا عندي دول حروف متحركه، اي حرف غير دول، غير الخمسه دول، فهي حروف ساكنه. انا بقى بقول لك لو الفعل بتاعك الحرف اللي قبل الواي كان ساكن، فبتحذف الواي وتضيف اي اس. ما تيجي نشوف كده. بيقول لي امل always studies hard for her exams. هي كان المفروض ايه؟ هي كان اصلها كده study، فانا هنا رحت حازف الواي. طب ليه حذفت الواي؟ عشان لما بصيت قبل الواي لقيت لتر دي. طب هو لتر دي
لتر دي ساكن ولا متحرك؟ ساكن. المتحركين هم A و E و I و O و U. طيب لو لقيت حاجة غيرهم قبل الواي بروح بحذف الواي على طول واضيف ايه؟ واضيف I E S. يبقى أمل always studies hard for her exams. طيب ده كده بالنسبة لإضافة S أو ES أو I ES. أوكي. تاني حاجة عندنا. طبعا حد يقول لي مثلا أنت نسيت تقول لنا إمتى بنضيف S مع أي فعل تاني بقى. مع أي فعل تاني. هو أهم حاجة الفعل اللي عندك نهايته اس اس سي اتش اس اتش او او اكس بنضيف له اي اس. وقبل الواي لو حرف ساكن فبنحذف الواي ونضيف اي اي اس. اي حاله ثانيه بنضيف لها اس. خلاص كده؟ طيب. تاني حاجه ازاي نكون جمله خبريه منفيه. احنا بننفي بمنتهى البساطه بدونت او دازنت. امتى بننفي بدونت؟ بننفي بدونت لو الفعل اللي قبليها اي او يو او وي او ذي. امتى بننفي بدازنت؟ لو الفعل اللي قبليها هي او شي او ات. وسواء هنا او هنا فكده كده دونت او دازنت لازم يجي وراها الفعل في المصدر. لازم يجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. يعني اقول لك كده اي اهي جبت وراها دونت جيت. ما قالكش يعني جيتس، قال لك جيت. ليه؟ فعل في المصدر عشان عندي دونت. I don't get up early on Fridays. تعالى كده. She doesn't walk to school. ما قالكش هنا مع ان عندك she ما قالكش walks، ما ضفلهاش اس. انت بقى لو مبصمج وداخل الامتحان مبصمج فاول ما هتشوف she فهتقول walks على طول. لا هي مش walks، هي walk. هي ما بتمشيش للمدرسه. خلي بالك هنا. طب ليه جبتها في المصدر؟ عشان عندي doesn't. طالما انا عندي doesn't هنا يبقى لازم اجيب الفعل فين؟ في المصدر. خلاص كده؟ طبعا معنى don't ومعنى doesn't اللي هي لا يعني نفي. طيب she doesn't walk to school يعني هي ما بتمشيش للمدرسه. يبقى تاني امتى بنفي بدونت؟ لو قبليها اي او يو او وي او ذي وبنجيب وراها الفعل فين؟ في المصدر. امتى بنفي بدازنت؟ لو قبليها هي او شي او ات او فعل مفرد طبعا، وهنا لو فعل جمع وبرده بنجيب وراها الفعل في المصدر. خلي بالك بقى. بص كده ركز معايا كده. عندي جزء اسمه نيفر. نيفر دي بقى بديله لدونت وبديله لدازنت. ايه دي يا مستر؟ اعتبرها بمعنى لا برضو زيها زي دونت ودازنت، بس خلي بالك ان نيفر ما بتأثرش على الفعل. يعني ايه ما بتأثرش على الفعل؟ يعني دونت ودازنت كان بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر. لكن نيفر بنفس تصريف الفعل في الزمن. يعني ايه بنفس تصريف الفعل في الزمن؟ يعني عندك هنا فوق، نرجع فوق خالص. بعد اي او يو او وي او ذي في الجمله العاديه كان بيجي الفعل فين؟ في المصدر. وبعد هي او شي او ات بيجي الفعل ايه؟ بمضاف له اس او اي اس او اي اس. نفس النظام بيحصل مع نيفر. نيفر ما بتغيرش اي حاجه خالص، هي بتنفي بس تصريف الفعل بينزل زي ما القاعده بتقول، على عكس دونت ودازنت اللي كان بيجي وراهم الفعل في المصدر. طب تعالى كده نشوف مثال. بيقول لي the bus never stops near my house. خدت بالك من حاجه؟ the bus مفرد وهنا قال لك stops ضاف لها ايه؟ ضاف لها اس. مع ان انا عندي نيفر. ما هي نيفر احنا قلنا ما بتاثرش على تصريف الفعل. طيب لو كان هنا قال the bus doesn't، لو كان هنا قال the bus doesn't ساعتها كنت هحذف الاس لان doesn't بيجي وراها الفعل في المصدر. طيب مفيش doesn't يبقى على طول احذف. يبقى مفيش doesn't في نيفر يبقى ترجع الفعل لتصريفه. طيب ركز معايا قوي بقى. ثالث حاجة عندنا ازاي نكون سؤال. interrogative أو question. ازاي نكون how to make a question، ازاي نعمل سؤال. بص بقى هنا هنسأل بدو أو هنسأل بداز، بس على حسب الفعل اللي بعديهم. على حسب الفعل اللي ايه؟ اللي بعديهم. امتى اسأل بدو؟ خلاص بقى احنا حفظنا لو الفعل اللي بعديهم اي او يو او وي او ذي او فاعل جمع. امتى اسال بداز؟ لو الفعل اللي بعديهم هي او شي او ات او فعل مفرد. تعال نشوف. خدت بالك من حاجه بقى في الاخر هنا؟ قال لي الفعل في المصدر وهنا الفعل في المصدر. ليه؟ عشان انا عندي دو. طب ليه هنا؟ عشان عندي داز. ما هي في النفي مع دونت ودازنت كنت بتجيب الفعل في الانفينيتيف في المصدر. نفس النظام هنا
مع do ومع does برضه هتجيبه في الانفينيتيف في المصدر. ما هو طالما do و does لسه موجودين، سواء do does don't doesn't، طالما موجودين في الجمله وانت مغمض كده الفعل في المصدر في الانفينيتيف. تمام؟ طيب هنا سأل بدو، قال لك do. طب ليه؟ عشان هنا عندي يو، ما ينفعش اقول لك does you، اكيد هقول لك do you عشان هنا عندي يو فلازم احط do. do you speak، خدت بالك من حاجه ان هنا قال speak يعني فعل فين؟ في المصدر. do you speak English، هل انت بتتحدث انجلش؟ ساعتها انا هجاوب بيس او نو. ليه؟ لان do هنا معناها هل، والسؤال بهل دايما اجابته يس او نو، فبقول يس I do يا اما نو I don't. هنا مثلا بيقول لك does، تسأل بداز، does لازم يجي وراها هي او شي او ات. هنا قال لك does she cook well، هل هي بتطبخ كويس؟ فالاجابه بيس او نو. خدت بالك من هنا كوك جايه الفعل فين؟ في المصدر. طيب ركز معايا قوي قوي بقى. عندي نوع تاني من الاسئله بس مش معناه هل، امال ايه؟ سؤال باداه استفهام بكلمه استفهام. ده بقى على حسب المعنى، يعني ادوات الاستفهام اللي هي وات ما او ماذا، عندك وير اللي هي اين، عندك وين اللي هي متى. تمام كده؟ وات ووير ووين، وعندك هاو اللي هي كيف، وعندك هو اللي هي من، عندك كذا حاجه يعني. طيب وات هنا معناها ايه؟ ما او ماذا. وير اين. ايوه انا فهمت ايه كده يا مستر؟ انت فهمتنيش اي حاجه. هقول لك ادوات الاستفهام او كلمه الاستفهام كل واحده فيهم ليها معنى وبسال عن حاجه مختلفه. يعني وات ما او ماذا بسال عن شيء معين، وير بسال عن مكان ما هي معناها اين، وين متى بسال عن الوقت، هاو كيف بسال عن الكيفيه، هو من بسال عن شخص معين عاقل فعل عاقل. هنا بيقول لك وات دو يو ستادي، هو انت بتدرس ايه؟ وات دو يو ستادي، انت تدرس ايه ما او ماذا؟ فاقول له مثلا اي ستادي انجلش، انا بدرس انجلش. هو سالك هنا عن الشيء. وير داز شي جو، هي راحت فين؟ فانا اقول له والله مثلا شي جوز تو ذا سوبر ماركت، هي راحت ايه؟ السوبر ماركت. ايوه مثلا ما فهمتش حاجه برضو، اقول لك تكوين السؤال بيجي ازاي. فوق كان عندك دو بيجي وراها اي او يو او وي او ذي، وهنا احنا عندنا نفس النظام. فوق كان عندك does في السؤال بيجي وراها هي او شي او ات، واحنا هنا عندنا نفس النظام. الاثنين بيجي بعديهم فعل في المصدر طالما في do او does، واحنا عندنا هنا نفس النظام. ايه ده؟ ما كده تكوين السؤال بهل اهو، صح ولا لا؟ خدت بالك؟ تكوين السؤال بهل اهو هو التكوين ده. does he وشي وات، does he وشي وات، do I و you و they، do I و you و they، وبيجي وراهم فعل في المصدر. احنا ايه اللي هنضيفه؟ كلمه الاستفهام قبل تكوين السؤال الاساسي، بس كده ده اللي هنعمله. فخدت بالك من حاجه؟ هنا قال لك دو جاب وراها يو الفعل، بعد كده جاب وراها ستادي فعل فين؟ في المصدر، واداه الاستفهام بتتحط هنا قبل تكوين السؤال الاساسي او قبل تكوين السؤال بهل. بس كده الموضوع خلص. طيب طبعا الحل هيثبت كل ده. قال لي بقى عندي جزء مهم جدا جدا لازم تبقى عارفه. عندي حاجه اسمها ظروف تكرار. ما احنا هنا بنتكلم عن البريزنت سمبل، فالبريزنت سمبل بيقول لي بيعبر عن الروتين اللي هو العادات اليوميه. طيب فانا هنا عايز اقول استخدم ظروف التكرار عشان اقول اللي قدامي، انا اقدر ان انا اقول للشخص اللي قدامي انا بكرر الشيء ده كم مره في اليوم او كم مره في الاسبوع وهكذا. بيقول لي عندي كلمه always اللي هي معناها دائما بنسبه 100%، بعمل حاجه دي بنسبه 100%. usually بنسبه 90% معناها عاده. often بنسبه 70% معناها غالبا. sometimes بنسبه 50% معناها احيانا. و rarely معناها نادرا بنسبه 10%. never ابدا 0%. طيب بيقول لك هنا استخدام ظروف التكرار مع مضارع بسيط لتخبرنا بعدد مرات تكرار الايه؟ الحدث. فهنا مثلا بيقول لي my cousin sometimes send me funny picture. طبعا انا هنا عندي sometimes اللي هي ايه؟ احيانا بنسبه 50%، يعني كل فين وفين ما بيبعت لي ايه؟ صور مضحكه بنسبه ايه؟ 50%. طيب هنا بقى الملحوظه دي مهمه جدا 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 جدا. بص بقى، قال انا عندي am او is او are، ده اللي هو verb to be. تمام كده؟
وعندي الفيرب اللي هو main verb اللي هو الفعل الاساسي. يبقى انا عندي فعل اساسي وعندي اللي هو الفعل العادي جدا، الفعل العادي جدا study walk eat، الافعال العاديه اللي جدا اللي هو ياكل يشرب ينام، دي افعال عاديه. وعندي حاجه اسمها verb to be اللي هو فعل يكون. خلاص كده اللي هو am و is و are. ايوه انت عايز تقول لي ايه؟ اقول لك انا ظروف التكرار دي بيقول لك ايه؟ بتيجي قبل الفعل الاساسي. يبقى ظرف التكرار بيجي ايه؟ بيجي قبل الفعل الاساسي وبعد فيرب تو بي. خلاص كده؟ وبعد ايه؟ فيرب تو بي. يعني هنا مثلا بيقول لي ايه؟ we are never late for school. احنا عمرنا ما اتاخرنا على المدرسه. ماشي، انت عايز تقول لي ايه؟ قال انا عندي هنا فيرب تو بي اللي هي ايه؟ are، ونيفر اللي هي ابدا ظروف تكرار جت بعد ايه؟ جت بعد فيرب تو بي. طب لو انا هنا عندي فعل اساسي زي الجمله اللي فوق هنا دي كده، نرجع لها، ركز معايا. بيقول لي my cousin sometimes send ده معناها يرسل، ده فعل اساسي مش فيرب تو بي. حاجه غير ام ويز ار، فعل اساسي يبقى تجيب ظرف التكرار قبليها. خلاص فهمت الحته دي عشان بيلعب عليها كتير. يبقى لو انا عندي فعل اساسي اجيب ظرف التكرار قبليها، لو انا عندي فيرب تو بي اجيب ظرف التكرار بعديها. يبقى بعد فيرب تو بي وقبل الفعل الاساسي. قول ورايا، بعد فيرب تو بي قبل الفعل الاساسي، بعد فيرب تو بي قبل الفعل الاساسي. يلا، بعد فيرب تو بي قبل الفعل الاساسي. ايه هو بقى اللي بعد فيرب تو بي وقبل الفعل الاساسي؟ ظروف التكرار. ايه هي ظروف التكرار يا مستر؟ يلا، always usually often sometimes rarely never. always usually often sometimes rarely never. خلاص كده؟ طيب نطلع بقى هنا. طبعا بيقول لي بعض ظروف التكرار بتستخدم في بدايه الجمله. المهم بقى هنا تستخدم ظروف التكرار للاجابه على السؤال بادئ بهاو اوفن. يبقى انا عشان استخدم ظرف التكرار لازم يسالني السؤال بادئ بهاو اوفن. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مره. لازم يسالني على عدد تكرار الفعل نفسه او عدد مرات حدوث الفعل عشان اقدر ان انا استخدم ظروف التكرار زي always usually sometimes والكلام ده كله. خلاص كده؟ طيب طبعا how often دي كلمه من كلمات ادوات الاستفهام زي what زي where زي الكلام ده كله، ومعناها كم مره. خلاص كده؟ ركز معايا كده، ناخد اكزامبل عليها عشان نفهمها. بيقول لي how often كم مره do you walk to school؟ انت مشيت كم مره للمدرسه؟ فهنا بيقول له I never walk to school، انا عمري ما مشيت ايه؟ للمدرسه. خدت بالك من حاجه؟ ان هو هنا استخدم نيفر ظرف تكرار عشان هو هنا ساله بهاو اوفن كم مره. طالما ذكر لك ظروف التكرار، خلي بالك الكلام ده هنستخدمه في المحادثات والدايلوج، لازم تكون عارفه كويس قوي. لما يقول لي هاو اوفن يبقى هجاوب بايه؟ بولوز او يوجوالي او سام تايمز على حسب بقى المعنى وعلى حسب الجمله. وبرضه ناخد بالنا من حاجه ثانيه، ان انا هنا عندي ووك فعل اساسي فجاب قبليه ظرف التكرار اللي هو نيفر. طب لو كان فيرب تو بي يبقى بعد فيرب تو بي قبل الفعل الاساسي. بعد فيرب تو بي قبل الفعل الاساسي. طيب نيجي بقى للاسئله، نبدا اسئله. اوعدك ان شاء الله ان من خلال الاسئله دي الدرس هيتفهم كويس جدا جدا. عايزك بس ايه؟ تركز معايا قوي كده. واول مش عايزك يعني تقرا الجمله معايا وتحل معايا، لا انا عايزك انت اللي تقراها وتحاول تحلها بعد كده تسمعني. خلاص كده؟ لو فضلت ان انت مشغل الفيديو وماسك كده الكتاب وبتحل معايا هتنسى كل اللي انا قلته. امال ايه اللي مطلوب؟ الكلام ده ينطبق على الفوكاب الكلمات وعلى الجرامر، ان انت بتبدا ان انت تحل وتشغل الفيديو تصحح لنفسك. والله حليت دي صح يبقى صح، تعلم لنفسك كده حليت دي صح يبقى صح. طب حليت دي غلط، تسمع بقى الشرح مني وتفهمها وتحلها صح. خلاص كده؟ ده الطريقه الصح للكلام ده عشان تعرف تذاكر يعني ايه كويس وعشان تعرف تفهم الدرس. اول سؤال بيقول لي ايه؟ علي سبيس ليت فور سكول هي اولويز كامز ايرلي. ركز في سؤال رقم 1 ورقم 2 ده كويس جدا جدا. بيقول لك ايه؟ علي حاجه متاخر للمدرسه، هو دايما بيروح بدري. هو دايما بيروح بدري. يبقى الجمله اللي هنا عكس الجمله اللي هنا، لان هنا عندي بيقول لي متاخر،
يبقى اكيد مش دايما بيروح متاخر، دايما بيجي بدري، يبقى كلمه usually هنستبعدها. يبقى يا never is يا is never. ركز معايا، قلت لك ظروف التكرار بتيجي بعد فيرب تو بي وقبل الايه؟ الفعل الاساسي. انا هنا عندي فيرب تو بي صح؟ يبقى المفروض ظرف التكرار يجي بعدها مش قبلها، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه is never. تاني سؤال عكسه بيقول لي he spaced his tablet for homework. عايز اقول هو دايما بقى بيستخدم التابلت بتاعه للواجب او هو عمره ما استخدم التابلت بتاعه للواجب. هنشوف الكلام ده كله. انا كل اللي يهمني ان انا عندي الفعل يوز اللي عندك ده فعل اساسي ولا فيرب تو بي؟ لا ده فعل اساسي. وانا قلت لك طالما فعل اساسي ظرف التكرار يجي قبله ولا بعده؟ قبله. طب تعال نشوف هنا ظرف التكرار جاي قبل الفعل الاساسي فدي تمشي. هنا ظرف التكرار جاي قبل الفعل الاساسي فدي تمشي. هنا ظرف التكرار جاي بعد الفعل الاساسي يبقى دي غلط. ظرف التكرار جاي بعد الفعل الاساسي يبقى دي غلط. خلاص كده؟ طيب هنا انا عندي بيقول لي هي. طب هي تاخد الفعل مضاف له ايه؟ معلش اس او اي اس او اي اي اس، يبقى يوز بس غلط. ما انا قلت لك نيفر ما بتاثرش في حاجه، يوز بس هتبقى غلط، يبقى الاجابه يوجوالي يوزز، ضفنا لها ايه؟ اس. تالت سؤال هنا بيقول لي I always not my emails in the morning. انا دايما بعمل حاجه للايميلز in the morning. طبعا عندي هنا اي، طالما انا عندي اي يبقى هجيب الفعل فين؟ في المصدر. يبقى تشيكس ولا تشيك؟ فعل في المصدر. How space do you use the computer in your school? We usually use it at school. هنا بيقول له كم عدد المرات اللي انت بتستخدم فيها الكمبيوتر في المدرسه؟ فهنا بيجاوب عليه، خلي بالك من الاجابه، بيقول له we usually يبقى ده ظرف تكرار. يبقى السؤال بايه؟ السؤال بهاو اوفن. انا قلت لك لو الاجابه بظرف تكرار يبقى لازم السؤال بايه؟ برافو عليك، بهاو اوفن. كم مره؟ he usually نمبر 5 بيقول he usually space for news and reads e-books. هو عادة حاجة الأخبار وقراءة الكتب الإلكترونية. خلي بالك هي بنضيف للفعل ايه؟ اس او اي اس او اي اس، يبقى he usually searches. خلاص كده؟ طيب we space play online games for 1 hour. احنا دايما او عادة او ايا يكن بنلعب العاب اونلاين لمدة ساعة then we stop، بعد كده بنتوقف. يبقى نحن ايه؟ عادة usually. How often space you. طبعا انا عندي هنا الفاعل ايه؟ you، يبقى لازم اجيب الفعل المساعد اللي في الاول ايه؟ do. طيب ليه يا مستر ما اختارش ار؟ ما هي ار بتيجي مع يو برضو. ايوه بس الكلام ده لو انت عندك هنا مكان كلمه يوز دي لو في نون اسم او adjective صفه او preposition حرف جر ساعتها تختار ار. لكن لو انت عندك هنا فعل زي يوز فلازم تختار ايه؟ لازم تختار دو. بعد كده بيقول لي my father space forgets his keys he is very organized. والدي حاجة ينسى المفاتيح، هو منظم جدا. يبقى والدي عمره ما بينسى المفاتيح صح؟ يبقى never. حد يجي يسألني يقول لي ليه ما قلتش doesn't؟ ليه ما قلتش doesn't؟ طب ما انت عندك هنا my father مفرد، فاعل مفرد، ليه ما تقولش doesn't؟ علشان انا عندي الفعل هنا بعد النقط مضاف له ايه؟ مضاف له اس. وطبعا طالما الفعل مضاف له اس ما ينفعش احط ولا don't ولا doesn't، لان الفعل بيجي المفروض ايه؟ في المصدر بعديهم. يبقى استخدم never عشان never ما بتأثرش على تصريف الفعل. طيب بعد كده بيقول لي he space studies well for his exams that's why he gets good marks. هو حاجة يذاكر كويس لامتحاناته وعشان كده هو بيجيب درجات كويسة. يبقى هو ايه؟ بيقول لك بيجيب جود ماركس، درجات كويسة. هو راح فين؟ ايه ده؟ ماشي يلا. هو حاجة جود ماركس يبقى هي اولويز، هو دايما بيذاكر كويس. اكيد مش هقول عمره ما بيذاكر او نادرا ما بيذاكر، دايما عشان بيجيب جود ماركس، درجات جيدة. They space go to the park، هو حاجة يذهب للحديقة on weekends في عطلات نهاية الأسبوع to enjoy nature عشان يستمتع بالطبيعة. It's their habit وهي دي عادته. يبقى they إيه؟ يبقى they usually
they usually دايما بيروح عطلة نهاية الأسبوع عشان يستمتع بالحديقة. دي it's their habit، هي دي عادته. طبعا ما ينفعش أنفي لأن هو في الآخر بيقول دي عادته، بيعمل كده. She space like adventure stories، هي حاجة تحب القصص اللي فيها مغامرات. هنا أنا عندي إيه؟ هنا أنا عندي she، يبقى هقول إيه؟ she doesn't، أكيد مش هقول don't. تمام. طيب بعد كده بيقول لي we space e-books on our smartphones، احنا حاجة كتب إلكترونية على الموبايلات بتاعتنا. احنا ايه؟ we reading غلط طبعا، we reads غلط عشان انا عندي هنا we لازم الفعل بعدها يجي في المصدر، يبقى we read. خلاص كده؟ طب ليه ما تقولش we doesn't؟ لأن we تاخد don't ما تاخدش doesn't، وأصلا عكس معنى الجملة. I space feel nervous before competitions it's my problem، أنا حاجة أشعر بالغضب قبل المسابقات، أو أشعر nervous يعني بالارتباك قبل التحديات أو المسابقات. it's my problem وهي دي مشكلتي. يبقى أنا دايما صح ولا لا؟ يبقى I always feel nervous before competition it's my problem، هي دي مشكلته. طيب he never goes to the gym because he space have time، هو عمره ما بيروح الجيم لأن هو ما عندوش وقت كافي. وأنا عندي هنا he، يبقى he إيه؟ he doesn't have time، ما عندوش وقت. طيب she always space messages to her friends، هي دايما حاجة رسائل لأصحابها. هي دايما إيه؟ طب أنا عندي she، يبقى she إيه؟ she sends بإضافة s. طيب هنا بقى بيقول لي complete the sentence، أكمل الجملة with the correct form بالشكل الصحيح of the words in the brackets للكلمات اللي ما بين القوسين. من الآخر كده اللي ما بين القوسين دول هي غلط وإحنا هنعدلها. I space 3 or 4 messages from my school friends، أنا حاجة 3 أو 4 رسائل من صحابي اللي في المدرسة أو من أصدقاء المدرسة. طيب أنا عندي I، مفيش مشكلة خالص. I تاخد الفعل في المصدر اللي هو have برضو مفيش مشكلة خالص. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا عندي have ده فعل أساسي، وأنا قلت لك ظرف التكرار اللي هو زي usually بيجي قبل الفعل الأساسي ولا بعديه؟ قبل الفعل الأساسي. يبقى هقول have usually ولا usually have؟ لا usually have، يبقى هنبدلهم، هنقول usually have. We space the smartphone in our science class، أنا عندي we، يبقى uses ولا use؟ لا use فعل في المصدر. I never without looking at something on my screen، أنا عمري حاجة من غير ما أبص لشاشة الموبايل. خلي بالك I بنجيب بعدها الفعل بإضافة s؟ أكيد لا، بنجيب الفعل في المصدر، يبقى I never eat. Why space طارق use the night mood؟ طيب why space طارق ايه؟ طارق ده اسم مفرد، يبقى ياخد do ولا does؟ ياخد does. How does the hybrid bus space the environment؟ ازاي الاتوبيس الهايبريد اللي بيعمل بالبنزين والكهرباء بيساعد البيئة؟ طبعا انا عندي hybrid bus ده مفرد، صح ولا لا؟ يبقى المفروض اقول helps. لا غلط، هو كده helps محطوط لك بين براكتس، هي غلط. بس ليه غلط؟ مع ان بس مفرد يا مستر، ليه غلط؟ خدت بالك؟ انت ما خدتش بالك من حاجه، ما خدتش بالك ان هو هنا بادئ لك هاو داز، وانا قلت لك طالما موجود في السؤال دو او داز لازم تجيب الفعل فين؟ في المصدر. برافو عليك، يبقى بدل هيلبس هتبقى هيلب. خلاص كده؟ طيب بعد كده بيقول لي what devices space you see every day. طيب واحده واحده، انا عندي devices دي ايه؟ مفرد ولا جمع؟ جمع، يبقى do ولا does؟ do. what devices do you use every day؟ الأجهزة اللي أنت بتستخدمها كل يوم. my favorite website space lots of useful information، الموقع المفضل الخاص بيا بيحتوي على lots of useful information يعني معلومات مفيدة جدا. طيب my favorite website مفرد، ياخد has ولا have؟ ياخد has. هنا أنا عندي برضو he وشي وات ياخدوا هاز. خلاص كده؟ واي او يو او وي او they ياخدوا هاف.
خلاص. she usually space for a walk in the park. she يبقى goes، برافو عليك، نضيف لها اس. بعد كده I space eat fast food I don't like it. انا دايما باكل الاكل السريع اللي هو زي ماكدونالدز وكي اف سي والكلام ده، الاكل السريع اللي في الشارع الفاست فود، وما بحبوش. طب ما طالما ما بتحبوش يبقى انت عمرك ما اكلته، يبقى بدل always ظرف التكرار always ده غلط، يبقى هنقول never. I never eat. تمام. The children space play sometimes outside when it's cool. الاطفال حاجه بعض الوقت outside when it's cool. طب انا قلت لك ان play ده فعل ايه؟ اساسي. وطالما فعل اساسي يبقى ظرف التكرار ده يجي ايه؟ بعديه ولا قبليه؟ قبليه. يبقى the children sometimes play. خلاص كده يبقى هنعكس. he usually space tea in the morning. هو دايما حاجة شاي في الصباح، يبقى دايما بيشرب الشاي في الصباح. طيب هي يبقى drink ولا drinks؟ يبقى drinks. طيب نيجي هنا بيقول لي ايه؟ rewrite. يعني هنعيد كتابة الجملة باستخدام الكلمة اللي ما بين الأقواس. واحدة واحدة بقى، عشان في بعض الطلبة بتسترخم السؤال ده، لكنه سؤال بسيط جدا جدا. بص بقى، بيقول لي the bus never stops near our house، وعايز ينفي ب doesn't. مفيش مشكلة، ايه المشكلة؟ يبقى هنا انا عندي نفى ب never، هشيل never وهنفي ب doesn't، يبقى هقول the bus، شلنا never هنقول doesn't عادي جدا، ما هي باص مفرد فتاخد doesn't، يبقى the bus doesn't ايه؟ stops ولا stop؟ خلي بالك ان انت لما نفيت ب doesn't فانت ساعتها هنا برضو هتنزل stops، هتخليها stop فعل في المصدر وهتحذف الاس. ليه؟ عشان انا عندي نفيت ب doesn't، يبقى انزل الفعل فين؟ في المصدر، وبعد كده اكمل جملتي عادي جدا، هقول near our house، قريبا من ايه؟ من بيتنا. طيب علي lives in Cairo. where؟ بيقول له علي عايش في القاهرة، عايز استخدم where، عايز اقول هو علي عايش فين. طب يلا بينا، انا هنا عندي هبدأ بأداة الاستفهام اللي هي ايه؟ اللي هي where. بعد كده عندي علي، ياخد do ولا does؟ ياخد does، يبقى where does. where does ايه؟ الفاعل اللي هو مين؟ علي، يبقى where does علي. lives ولا live؟ لا طبعا live فعل في المصدر. ليه؟ لان انا عندي هنا does، فdoes هتخلي الفعل ايه؟ في الانفينيتيف في المصدر، يبقى اقول where does علي live و question mark، اين يعيش علي؟ بس كده. he is from Egypt، هو من مصر. طيب ممكن اقول comes، هو يأتي من مصر يعني، فاقول ايه؟ بدل is هو يكون من مصر، هو يأتي من مصر، فهحذف is وهجيب بدلها comes، يبقى اقول he comes from Egypt. سهلة جدا، مفيهاش أي حاجة. he is never lazy، he is never lazy، هو عمره ما كان كسول. lazy يعني كسول، وعايزك تحط كلمة clever هنا. clever معناها ذكي، يبقى عايزك تقول he is never clever، هو عمره ما يكون ذكي؟ أكيد لأ طبعا، فهنقول إيه؟ he is always clever، هو دايما ذكي. طيب ما هو عكس never، عكس 0%، 100% اللي هي always. correct the mistakes in the following sentences. ده بقى أجمل سؤال. بص بقى، بيقول لك they، سهلة جدا. they ينفع أقول finishes؟ أكيد لأ، يبقى أحذف إيه؟ هحذف الإي إس، يبقى الإجابة هتكون إيه؟ finish. تمام كده؟ عشان عندي they يبقى هجيب الفعل فين؟ في المصدر،
what do she، في حاجه اسمها what do she ولا what does she؟ does، برافو عليك عشان عندي هنا she، يبقى مع هي وشي وات بنسال بداز ما بنسالش بدو. بيقول لي we aren't use technology wisely. انا عندي هنا use ده فعل اساسي، ينفع انفي بارنت؟ اكيد لا. امال هنفي بايه؟ هنفي بدونت. طب ليه؟ لان use فعل اساسي بنفي بدونت او doesn't. امتى انفي ام نوت او isn't او aren't؟ لو في اسم حرف جر او صفه، لكن use ده فعل اساسي، فهقول we don't. يبقى اقول ايه؟ we don't. طبعا هنا بيقول لي he doesn't spend much time on social media. he doesn't spend. طب ينفع اقول doesn't وينفع spends فيها اس؟ ازاي؟ لازم يكون في المصدر، لازم اقول spend. طب يا عم هو حاططها لك spends، هتعمل ايه؟ يبقى ولا هينفع انفي بدونت ولا هينفع انفي بدازنت. امال هنفي بايه؟ برافو عليك، هنفي بنيفر، لان نيفر ما بتاثرش في تصريف الفعل. تصريف الفعل بينزل زي ما الزمن بيقول لك عليه. يبقى اقول هي نيفر سبيندز ماتش تايم على السوشيال ميديا، هو ايه؟ عمره بيقضي وقت كتير على السوشيال ميديا. بعد كده بيقول لي find the mistakes، اوجد الخطأ وصححه. they always buy meat they don't like it all. يعني بيقول لك هنا هم دايما بيشتروا لحمه، هم عمرهم ما حبوها خالص. طب ينفع اصلا معنى الجمله لا اصلا؟ اكيد لا طبعا. يبقى اقول هم عمرهم ما اشتروا لحمه، يبقى بدل always يبقى اقول never. هبه studies sometimes late at night. طب انا عندي هنا studies ده فعل اساسي، وسمتايمز ده ظرف تكرار، وانا قلت لك ظرف التكرار 100 مره يجي قبل الايه؟ قبل الفعل الاساسي، صح ولا لا؟ الله ينور عليك. يبقى هنعكسه، هنقول هبه sometimes studies. تالت واحد هنا، تالت سؤال بيقول لك where often، هي اسمها where often ولا how often؟ اسمها how often. كم مره؟ لان الاجابه هنا ايه؟ every day، كل يوم، عدد مرات. she doesn't help her mother in the kitchen. هي ما بتساعدش. طبعا ينفع اقول she doesn't helps her mother in the kitchen؟ اكيد لا طبعا. يبقى اقول ايه؟ she never، هي عمرها ما ساعدت مامتها في المطبخ. طب ليه؟ لان انا قلت لك برضو helps هنا فيها اس، وطالما فيها اس ما ينفعش انفي ولا بدونت ولا ايه؟ ولا بدازنت. طيب يا مستر لو جايب لي help، طب ما احنا ممكن نقول هنا نحذف الاس من ايه؟ نحذف الاس من هيلب، مفيش مشكله. يا تحذف الاس من هيلب تقول she doesn't help her mother in the kitchen، مفيش مشكله صح؟ يا اما تحذف doesn't وتقول ايه؟ never، حاجه من الاثنين. يا اما تقول she never helps، يا اما تقول she never helps، يا اما تقول هو عشان ما تتلخبطش، يا اما تقول she doesn't help. خلاص كده؟ طيب بعد كده عندنا بقى general exercise على lesson 1 and 2. طبعا الجزء الاولاني ده خاص بالlistening، مش معانا listening الاستماع. نبتدي من اول هنا. A or an is a page on the internet that gives us information. هي صفحة على النت بتدينا معلومات، اكيد هي الويب سايت، موقع. Teachers use in classrooms to show videos and presentations. المدرسين بيستخدموا حاجة في الفصول عشان يعرضوا فيديوهات ومحاضرات، اللي هي ايه؟ اكيد السمارت بوردز. هنا عندنا بقى complete، قطعة معينة بنقرأها مع بعض وبنوظف الكلمات دي في أماكنها الصحيحة في القطعة. سارah's favorite hobby is reading. هواية سارة المفضلة هي القراءة. She loves reading e-books. هي بتحب قراءة الكتب الإلكترونية on her new space because it's easier to carry than heavy textbook. يبقى هي بتحب تقرأ e-books يعني كتب إلكترونية، أكيد هتقرأ الكتب الإلكترونية على إيه؟ على التابلت، صح ولا لأ؟ طيب يبقى التابلت نمبر 1. She can space hundreds of stories and read them anytime. هي ممكن ان هي تعمل ايه؟ خلي بالك من حاجه، ممكن ان هي تحمل مئات من القصص وتقراهم في اي وقت. يعني ايه تحمل؟ داونلود، يبقى داونلود نمبر 2. بعد كده بيقول لي سبيس her tablet has space، يعني التابلت الخاص بها حاجه مود، اللي هو ايه؟ النايت مود، يبقى النايت نمبر 3.
her eyes feel comfortable. كلمة comfortable دي كلمة مهمة احفظوها. comfortable دي معناها مريح، وده طبعا النايت مود ده بيساعدها ان هي ايه تريح عينيها. when reading at night لما بتقرأ بالليل. بيقول لي بقى reading space has become her favorite habit that she always enjoys. يبقى القراءة ايه اللي حصل؟ قراءة ايه؟ قراءة الاي بوكس اللي هي الكتب الالكترونية اصبحت عادتها المفضلة. بعد كده عندي هنا قطعة بنقرأها وبيبقى عليها أسئلة، قطعة بسيطة وسهلة، ركز قوي معايا. حاول انت تقرأها لوحدك وتحلها وبعد كده تصحح لنفسك. باهر is a 15-year-old boy. He loves technology. يعني باهر عمره 15 سنة وبيحب التكنولوجيا. He thinks he can't live without technology. هو بيعتقد ان هو ما يقدرش يعيش من غير التكنولوجيا. Last week الأسبوع اللي فات there was a problem in his street. كان في مشكلة في الشارع عنده with electricity في الكهرباء. كان في مشكلة في الشارع عنده في الكهرباء. He couldn't use any of his digital devices. ما قدرش ان هو يستخدم أي من الأجهزة الرقمية. So he was nervous and sad. لذلك هو كان مرتبك وحزين. كان متضايق يعني. He used to check his smartphone. اعتاد ان هو يستخدم او يعني السمارت فون بتاعه الموبايل بتاعه تكست هيز فريندز ويشات مع اصدقائه، يبعت لهم يعني يتشات يتكلموا مع بعض. watch videos online using them ويتفرجوا على فيديوهات اونلاين باستخدام them. يبقى هنا هو عامل لك اندرلاين على them دي عشان تقول له هي عايده على ايه، بيستخدموا ايه. يبقى بيستخدموا الأجهزة الرقمية اللي هي ايه؟ اللي هي ديجيتال ديفايسز، عشان دي عليها سؤال تحت هنجاوب عليه. طيب he spent his day reading a book. بيقضي يومه بيقرأ كتاب. talking to his family يتكلم مع عيلته and doing exercises ويعمل exercise at home يحل exercise في البيت. باهر لاحظ that he depended on ان هو اعتمد على التكنولوجيا to do everything ان هو يعمل كل حاجة but he learned an important lesson. لكن هو اتعلم درس مهم جدا جدا. ايه هو بقى؟ technology is useful for us. التكنولوجيا مفيدة لينا but we can live without it. لكن احنا نقدر نعيش من غيرها. ويعني يا ريت نعمل كده بس مش نعرف نعمل ايه، مش نعرف. طيب ركزوا بقى. يبقى كلمة useful دي معناها ايه؟ مفيد. At first بيقول لي باهر was spaced because he couldn't use his digital devices. في الأول باهر كان إيه؟ في الأول باهر كان nervous متضايق إن هو ما عرفش يستخدم الأجهزة الرقمية. The underlined word useful can be replaced by. كلمة useful مفيد ممكن نستبدلها بإيه؟ كلمة replaced by دي يعني هو عايز معناها المينينج بتاعها. يبقى كلمة useful مفيد يبقى إيه؟ helpful نافع برضه أو مفيد. طيب طبعا كلمة expensive دي مع كلمة expensive هنا معناها غالي، friendly ودود، dangerous خطر. طيب وبيزي اللي هي كانت في الاختيارات فوق دي نترجم برضو الكلمات، تحاول يبقى عندك حصيلة كده لغوية كبيرة. lazy كسول وهابي سعيد وبيزي مشغول. أول سؤال هنا بيقول لي what is the main idea of the text. إيه العنوان الرئيسي للفقرة؟ طبعا هنقول حياة مين؟ حياة باهر الرقمية اللي هي ايه؟ اللي هي باهرز ديجيتال اهو. باهرز ديجيتال لايف. حياة باهر ايه؟ الرقمية. What does the underline pronoun them refer to؟ احنا كده حليناها فوق اصلا. احنا قلنا ان them عايده على ايه؟ عايده على الديجيتال ديفايسز. يبقى دي ايه؟ هي دي الاجابه ديجيتال ديفايسز. What do you think of technology؟ تعتقد ايه من التكنولوجيا؟ انا اعتقد ان التكنولوجيا مهمه جدا، فاحنا بس لازم نكون يعني نستخدمها بحرص، فنكتب الكلام ده بالانجلش. فهقول له ايه؟ هنا بيقول له what do you think، يبقى اقول له I think انا بعتقد ان يعني ان بالانجلش that ان التكنولوجيا، يبقى that technology ان التكنولوجيا مفيده is useful اللي احنا ايه خدناها فوق هنا اهو useful.
تمام، نافعة أو helpful أهي، أو ممكن نقول is important مهمة. but لكن يجب علينا we should نستخدمها we should use it carefully. لازم نستخدمها بإيه؟ لازم نستخدمها بحرص. طيب How did باهر spend his day without technology؟ إزاي باهر قضى يومه كله من غير تكنولوجيا؟ تعال نرجع للقطعة ونجيبها أهو. he spent، بص كده he spent his day reading book، يبقى دي بقى الإجابة إيه على السؤال ده؟ هتيجي أهو he spent his day إيه؟ reading book talking to his family and doing exercises at home. هي دي الإجابة. لما ما بقاش فيه حياة رقمية ولا موبايل ولا الكلام ده، بدأ إن هو يقرأ كتب، يتكلم مع عيلته، يقعد معاهم، يتدرب، يعمل أنشطة في البيت، ينزل له 10 ضغط، يعمل أي حاجة مفيدة. يلا نكمل. She skipped breakfast before going to school. هي حاجة skip تفوت يعني فطارها قبل ما تروح المدرسة. يبقى هي ايه؟ انا عندي skip ده فعل فين؟ في المصدر، برافو عليك. يبقى طالما انا عندي هنا she وعندي هنا فعل في المصدر، يبقى بالعقل هي وشي وإت المستر قال لي بيجي بعديها اس واي اس واي اي اس. طب انت هنا عندك فعل في المصدر ازاي؟ يبقى اكيد في حاجه خلت الفعل يبقى في المصدر، اللي هي ايه؟ اللي هي don't او doesn't. شي بتاخد ايه؟ doesn't، يبقى she doesn't skip. بس كده، عشان عندي هنا فعل في المصدر بس. طيب streets space quiet at night in my city. الشوارع حاجه هادئه في الليل في مدينتي. واحده واحده بقى كده وركز معايا قوي. انا عندي هنا was وعندي هنا are وعندي هنا are وعندي هنا is. طيب انا قلت لك ظروف التكرار تيجي بعد verb to be وقبل الفعل الاساسي. طب ما هي was دي ماضي اصلا نستبعدها، هي verb to be بس في الماضي، واحنا هنا بنتكلم عن المضارع فما لناش دعوه بيها. يا بي يا سي يا دي. ركز معايا قوي بقى. انا قلت لك ظروف التكرار تيجي بعد verb to be. طب هنا ظرف التكرار اهو بعد verb to be، يبقى دي صح. ظرف التكرار هنا قبل verb to be يبقى دي غلط. ظرف التكرار هنا بعد verb to be يبقى دي صح. طب انا هختار بي ولا اختار دي؟ لا، نقرأ السؤال تاني بقى. streets اس، يبقى تاخد is ولا ار؟ streets ده جمع، يبقى ياخد ار ما ياخدش is. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ are sometimes، لان is مفرد. طيب بيقول لي my parents، طبعا السؤال ده بيقول لي complete the sentence زي ما عملنا قبل كده. هنعدل الكلمه اللي في البراكتس. my parents always، طبعا my parents هنا جمع، فبدل ما اقول reminds هنقول ايه؟ remind، لان الاسم الجمع بيجي وراه فعل فين؟ في المصدر. بعد كده they space go to school on Fridays it's ايه؟ it's a holiday. يبقى اكيد هم مش دايما بيروحوا المدرسه يوم الجمعه، ما بيقول لك دي عطله، يبقى هم عمرهم ما بيروحوا المدرسه يوم الجمعه. يبقى اقول always ولا ايه؟ ولا اقول never؟ يبقى never، يبقى they never. space often طبعا مش when، اسمها how often، كم عدد المرات، لان الاجابه every weekend بيسالك عن التكرار. we space watch rarely TV in the evening. طبعا كلمه rarely دي معناها نادرا. watch ده فعل اساسي، وانا قلت لك بقى انا تعبت بقى من كتر المعلومه دي. ركز بقى ان rarely تيجي قبل الفعل الاساسي. قبل الفعل الاساسي بقول ايه؟ اقول rarely اهو، اقول rarely watch، اعكسهم خلاص كده. ظرف التكرار يجي قبل الفعل الاساسي وبعد verb to be زي ما حليناها هنا ايه؟ زي ما حليناها هنا فوق. اخر حاجه عندنا dialogue، محادثه صغيره كده. بيقول لي ايمن is asking محمد about his favorite digital device. ايمن بيسال محمد عن الاجهزه المفضله للرقميه. ايمن بيقول له hello محمد can I ask you a few questions. ازيك يا محمد، ممكن اسالك اسئله قليله. فمحمد بيرد عليه بيقول له ايه؟ hello ايمن، اكيد طبعا. فممكن نقول له ايه؟ sure. hello ايمن sure يعني اكيد، اسال براحتك. هنا جمله اجابتها my tablet is my favorite. التابلت الخاص بيها هو المفضل. it's light
light هنا مش معناها ضوء، light هنا معناها خفيف. It's light to carry and fast to connect to the internet. هو خفيف ان انا اشيله وسريع جدا ان انا القطه على الانترنت. اسرع حاجه يعني تخليني ايه القطه على الانترنت. ايوه هنكون السؤال ازاي يا مستر؟ اقول لك الاجابه بتقول لك ان التابلت هو افضل حاجه بالنسبه له. يبقى هو هنا بيساله عن ايه؟ ما هو إيه اصلا هو قايلها لك فوق بس انت ما خدتش بالك. بيقول لك محمد ايمن is asking محمد about his favorite digital devices. يبقى هو هنا بيساله عن الايه؟ favorite digital device. يبقى السؤال كان ايه؟ ما او ماذا؟ يبقى هقول له ايه؟ what is your favorite device. ايه هو طبعا الكويستشن مارك، ايه هو افضل جهاز رقمي بالنسبه لك؟ فجاوب عليه قال له my tablet is my favorite. حلوه. بيقول له هنا do you use it for doing homework؟ انت بتستخدمه عشان تعمل واجب. فهيقول له ايه؟ yes I do. ما هو هنا سأل بدو يبقى الاجابه ايه؟ yes I do. يا اما no I don't. لا ممكن تقول لا براحتك. do you take your tablet to school؟ انت بتاخد التابلت بتاعك للمدرسه. خلي بالك من هنا مكمل لك الجمله بيقول لك it isn't allowed. يعني ايه it isn't allowed؟ يعني غير مسموح. يبقى طبعا هقول له ايه؟ no I don't. no I do not. I don't. no I don't. ليه ما بتاخدوش المدرسه؟ it's not allowed. غير مسموح بيه. خلاص كده؟ طيب الواجب بقى عندنا your digital day. تكتب لي ايه؟ تكتب لي باراجراف كده حلو من 80 ل 100 كلمه عن الديجيتال داي، يومك الرقمي بيمشي ازاي. تقول لك اكتبه ازاي يا مستر؟ اقول لك انا لو رجعنا فوق كده على الريدنج قلت لك هتستخدم الريدنج اللي انت فوتها، مش عارف حاسس ان انت يعني ما اتفرجتش عليها كده فجي وقتها بقى. قلت لك ان دي مهمه جدا في ان انت تعرف تكتب باراجراف، صح ولا لا؟ طيب هنا بيقول ايه اهو my name is طارق. انت هتقول مثلا my name is كذا عادي. I want to share my digital day with you. انا عايز اشارك اليوم الرقمي الخاص بيا معاكم. انت تكتب نفس النظام. هو هنا بيقول لك I always start my morning by check my phone. انا دايما بصحى من النوم بعمل ايه؟ بمسك الموبايل. انت بقى بتصحى تعمل حاجه مختلفه، اتكلم بقى عن اللي انت بتعمله بالظبط وايه، ويعني خلي القطعه دي كده القراءه دي قدامك ان انت ايه تساعدك اثناء الكتابه وتجيب لك افكار. بس كده احنا خلصنا. معلش طولت عليكم بس انا عايزك تقسم الحصه دي. ثالث مره اقولها انا اسف، بس انا عايزك تقسم المحاضره دي يعني تخلص الفوكاب وتحفظها وتحل عليها وتصحح لنفسك نفس النظام. الباراجراف هتبعته فين؟ الموضوع اللي هتكتبه اللي هو الديجيتال ماركتنج هنبعته فين؟ هنبعته على قناه الفيسبوك. هتخش تبعت الباراجراف هيتصحح لك في ساعتها وهيقول لك الدرجه من كام وايه الميستيكس اللي عندك. وان شاء الله استنوني في الفيديو اللي جاي في يونت 1 برضو بس ليسن 3 and 4. معاكم مستر ابنوب من قناه انجلش بوست. سلام.